صباح الفل عليكم لو كنتوا بالنهار ومساء الفل عليكم لو كنتوا بالليل. النهارده ميعادنا مع الجزء الثالث من اسبريسو على قد الايد. في الجزئين اللي فاتوا كنا بنتكلم عن انواع اسبريسو حلوه وطعمها مميز وفي نفس الوقت سعرها مش غالي، او يعني مش غالي قوي. يكون الربع كيلو في رينج حوالي 200 جنيه، يزيدوا شويه يقلوا شويه بس احنا بنتكلم في الرينج ده. النهارده بقى في الجزء الثالث انا جايب لكم نوع قهوه سعره اقل من 200 جنيه، واقل من 200 جنيه بكتير كمان، واقول لكم على السعر بتاعه بالظبط في اخر الفيديو. بس يلا بقى نتكلم عن القهوه بتاعتنا النهارده ونشوف معانا قهوه ايه. عارفين لما تكونوا بتدوروا على جوهرة وتلاقوا كنز؟ هو ده اللي حصل معايا بالظبط. اللي فيكم متابعني على الانستجرام على كافي الفا هيلاقي ان انا في الفترة اللي فاتت كنت بدور على نوع فرابي بيس كويس، علشان عايز اعمل فرابتشينو كتير في الصيف. فوانا بدور كده قابلت نوع براند جديد. البراند ده متوفر عنده الفرابي بيز اللي انا عايزه وبفليفرز كتير. البراند ده اسمه دبل اي كافي، وعندهم نوع قهوة اسبريسو بلند خاص بيهم، عبارة عن حبوب كولومبي على برازيلي بنسبة 80% ارابيكا 20% روبوستا. والجميل بقى ان البلند ده بيحمصوه في ايطاليا، مش على المدرسه الايطاليه في التحميص، لا، هو بياخدوا الحبوب فعلا ويودوها في ايطاليا نفسها يحمصوها هناك. المهم جبت القهوه دي وشفت كواليتي الحبوب بتاعتها وشفت كواليتي التحميص، وفكرني كواليتي التحميص بتاعهم بكواليتي التحميص بتاع بياليتي اللي اتكلمنا عنه في الجزء الاول من اسبريسو على قد الايد. وجربت القهوه واتفاجئت فعلا بطعمها. الطعم ايطالي كلاسيكي، لكن ما فيهوش المراره القويه اللي مميزه لاغلب انواع الايطاليه اللي احنا بنجيبها. مراره خفيفه جدا. فالطعم كان في الاسبريسو مريح جدا جدا جدا. طعم حلو، كلاسيكي، مرارة خفيفة. فكان بالنسبة لي حلو قوي كبلند في الاسبريسو. الأجمل بقى من كده إن لما جربته في مشروبات الحليب زي مثلا الكورتادو أو اللاتيه، لقيت إن المرارة اختفت تماما حتى مع كمية الحليب القليلة، زي مشروب زي الكورتادو مثلا. لقيت إن مع كمية الحليب القليلة مبقاش فيه مرارة خالص في القهوة. وده كان عكس المتعارف عندنا، ان انت لو عندك قهوه مرارتها زياده فممكن تزود عليها حليب تشربها لاتيه مثلا او كابتشينو عشان المراره تقل. اما انك تضيف حليب بكميه قليله فالمراره تختفي تماما، فده كان جميل جدا بالنسبه لي، وفي نفس الوقت بياكد ان المراره خفيفه جدا في النوع ده، وبيأكد كمان ان التحميص مظبوط جدا. فانا ارشح لكم النهارده بلند الاسبريسو بتاع دبل اي كافي لمشروبات الاسبريسو سواء ساده او بحليب، هيعجبكم جدا في الاثنين. واحب اقول لكم دلوقتي بقى سعر البلند ده عامل كام. البلند ده سعر العبوة ال 250 جرام عامل 165 جنيه بس. والجميل بقى عندهم إن القهوة دي متوفرة حبوب وقهوة مطحونة، فاللي ما عندهمش مطحنة الموضوع بالنسبة لهم هيبقى سهل جدا، ممكن يطلبوها قهوة مطحونة هتجيلهم جاهزة. فالموضوع ملائم جدا سواء عندك مطحنة أو ما عندكش مطحنة، والاتنين بنفس السعر على فكرة. وهسيب لكم لينك الويب سايت بتاعهم في الديسكريبشن تحت، وهسيب لكم كمان البيج بتاعتهم على الفيسبوك، واي حد يحب يتواصل معاهم يقول لهم انه جاي من الفيديو بتاع كافي الفا، وان شاء الله باذن الله هينبسط قوي قوي بالقهوه. ويا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم ويكون مفيد جدا بالنسبه لكم ومفيد جدا لميزانيتكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.